ناس كتير بتسالني وبتقول لي انا في الخليج وجالي اللوتري، هل اسيب الخليج واطلع على امريكا؟ الحقيقه ان المفروض يجاوب على السؤال ده هو انت. يعني هل عندك استعداد تقوم من على المكتب في الخليج وتسيب الاجازات والمناسبات والاعياد والوقت المتوفر باستمرار اللي يصل الى حد الملل، وتيجي هنا تشتغل شغل يدوي بسيط لانه مش محتاج منك مهاره، او مش محتاج منك شهاده؟ هل عندك استعداد تشتغل 60 70 ساعه في الاسبوع عشان تبني نفسك؟ هل عندك استعداد تشتغل تحت ايد واحد ممكن يكون اقل منك بكتير في المستوى الدراسي او الاجتماعي، بس الفرق اللي بينه وبينك ان هو جه البلد قبليك ب5 او 6 او 10 سنين؟ لو كان عندك استعداد لده اقدر اقول لك ويلكم تو يو اس. امريكا هتكون بالنسبه ليك احسن بكتير من الخليج. ليه امريكا هتكون احسن؟ لان البلد هنا مفتوح، تقدر تشتغل شغلانه واثنين وثلاثه، فبالتالي تقدر تعمل فلوس، او يعني تقدر تعمل فلوس اكتر بكتير من المعدل الطبيعي. البلد هنا ما فيهاش عنصريه، ما تسمعش كلمه انت ما تعرفش انا مين، والله لا صفرك. ما فيش حاجه هنا اسمها وافد، ما فيش حاجه هنا اسمها اجنبي، ما فيش حاجه اسمها مقيم، لكن في حاجه اسمها انسان، في حاجه اسمها بشر ليه كل الحقوق وعليه كل الواجبات، شأنه شأن اي حد. طبعا كلامي للناس اللي هنا اللي معاها ورق، اللي معاها جرين كارد او معاها ورق او قاعده في البلد بشكل شرعي يعني. البلد هنا تقدر تقوم فيها بشكل مستمر ودايم، مش زي الخليج مرتبط بعقد عمل يقدر يكفلك يقطعه في اي وقت ويسفرك على بلدك ويروحك. هنا تقدر تشتري بيزنس او بيت او عقار، وده طبعا صعب جدا ان ما كانش مستحيل في الخليج. كمان تقدر هنا تكمل دراستك لو عايز وتطور من نفسك وتتعلم لغه، ومستقبل هنا كويس جدا لاولادك. ولادك يقدروا يدخلوا المدارس تعليم امريكي على اعلى مستوى ومجاني لغايه الجامعه. بعد الجامعه بتقدر في الجامعه تقدر يعني تاخد لونز وكروت. واخيرا بعد 5 سنين من دلوقتي في الخليج لو انت محظوظ وكملت تقدر تنقل الكفاله. هنا بعد 5 سنين تقدر تقدم معاك جنسيه اذا كنت مؤهل لده. بعتقد دي كلها اسباب تخلي امريكا افضل من الخليج بكتير. كل سنه وانتم طيبين، وتحياتي لاعضاء امريكان دريم. شكرا.